السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة كده جولة في سوق الخميس، ان شاء الله تعجبكم. نزلت كده بدري انا واختي، كانت نزلنا من البيت، كنا واصلين السوق الساعة 6 بالظبط. يعني الوقت دوت كانت الساعة 6 الصبح. تمام، احنا فين؟ احنا في سوق الخميس المطرية، قدام مستشفى المطرية بالظبط. وبرضو العنوان هسيبهولكوا بالتفصيل في اخر الفيديو. تمام. احنا عندي فرشة ام كرمة. ام كرمة بقى عندها لبس مدارس جميل جدا جدا جدا، مش مستعمل. لبس بنات بيبقى خارج من محلات. هي واخده شغل يعني محلات جميل جدا وباسعار حلوه قوي، مش هتصدقوا السعر لما اقول لكم. عندها جميع الالوان. طبعا لان كل مدرسه لها زي معين بتاع المدرسه في اللون يعني. عندها بصوا كل دي الاستندات شغل مدارس جميل جدا، وخامة والله العظيم اللهم بارك، خامة تحفة. ما شفتهاش السنة دي عند اي حد، خامتها جميلة جدا. المريالة تقيلة جدا وخامتها حلوة وفيها تفاصيل حلوة جدا. بصوا المريالة شكلها جميل ازاي، بصوا الحزام كده بقلب وسوستة وقلاب، وبصوا من تحت كده عامل زي الفستان. زي ما انتم شايفين كده، وجيوب كده من الجناب، جيبه من الجنب. عندها كمان هدوم بيتي، عندها بتاع كاشات. الكاشات ب25 جنيه، جميلة جدا. عندها هدوم بتبدأ من 10 جنيه. حلوة قوي. انا جبت من عندها ستريتش لتالين بنتي ب10 جنيه، جميل قوي برضو. بس انا بصراحه ما صورتش يعني الهدوم الكاشات ولا الاسترتشات، ان انا كانت كل هدفي ان انا اصوره لكم واوصله لكم هي هدوم المدارس. جبت لكم سعر حلو جدا. هي اسعارها جميله قوي بصراحه. تتخيلوا بقى ان المريالة القمر دي، اي مريالة على الفرشة ب35 جنيه. ايوه ب35 جنيه زي ما سمعتي بالظبط. والله العظيم هدوم مش مستعملة ولا اي حاجة، الهدوم دي كلها جديدة. وانتي هتروحي بنفسك وهتشوفي، بس روحي بدري. يعني كبيرك قوي الساعة يعني 7 8 بالكتير كده تكوني رايحة، عشان تلحقي الحاجة كده ايه في الاول قبل ما تتنقض. لاني وانا واقفة عندها جالها ناس كتير قوي الساعة 6. يعني هي معروفة هناك في سوق الخميس المطرية. ما شاء الله معروفة يعني بحاجاتها الحلوة بأسعارها الحلوة. خامات، أشكال. بصوا زي ما انتم شايفين كده يا بنات، المريالة أقسم بالله ما فيها أي حاجة والله، ومش مستعملة. أهم حاجة إن حاجة المدارس مش مستعملة يا بنات. تمام. بصوا يعني بذمتكم، مريالة زي دي ب35 جنيه. بصوا شايفين عامله ازاي، بصوا التفاصيل اللي في المريله. وعايزه اقول لكم والله العظيم انتوا حتى شايفين احنا بنشيلها، بنوريكم تقولها. يعني مريله جميله جدا، خامه وشكل وسعر ما فيش بعد كده. بصوا ده كمان درس كده طويل. بصوا ما شاء الله طويل جدا اهو زي ما انتم شايفين. لو بنوتك بقى في سنه 5 6 ابتدائي هينفعها جدا. يعني احنا عندنا بنلبس اللون البني ده في ابتدائي، تلبسه بنوته كده في 5 6 كده، 5 6 ابتدائي. ما شاء الله بصوا جميل جدا، ولا تفاصيله رايق جدا وشكله حلو قوي. جيبين كده وسوسته كده بصوا زي ما انتم شايفين يعني اللهم بارك، جميل قوي. اللي قاعده ورا دي مكرمه، صاحبه الفرشه. والله روح يا بنات وانتوا بجد هتتبسطوا جدا. عارفين يعني ايه تجيبوا لبس مدرسه ب35 جنيه؟ وحاجه يعني جميله جدا ومش مستعمله. بصوا طبعا ده عشان قطعتين. المريالة ب35 والقميص ب35، يعني الطقم ده كده ب70 جنيه. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا وبشماعات وبورق. يعني عشان اعرفكم ان الحاجة دي مش مستعملة، الحاجات دي جديدة يا بنات، خارج محلات. بصوا اللون النبيتي دي جميلة اوي ازاي، حلوة اوي. جيبين كده وجيب كده كمان موجود تحت اهوت، وعلى كلام بالانجليزي وسوسته وحزام، وشكلها جميل جدا يا بنات زي ما انتم شايفين. اللي كل شويه بتظهر يا بنات في الصوره دي ام كرمه صاحبه المكان. تمام، عشان اللي يروح يبقى عارفها. بصوا عندها كمان السدير القمر دوت، شايفين حاجتها جميله جدا يا بنات. هي بس عشان الحاجه على الارض والتأليف فيها كتير، فطبعا اتكسرت بالشكل دوت. هي بس هتتكوي.
حابه تشطفيها برضو مطرح الارضيه وايد الناس، اشطفيها شطفه حلوه كده واكويها، هتبقى جميله جدا. بس هي الحاجه جديده والله العظيم يا بنات، زي ما انا بوريكم كده بالظبط. الحاجه جديده بشماعتها وبورقها ومن التقليب طبعا الورق واقع، بس هنلاقي دلوقتي حاجات برضو بالورق بتاعها، بالتيكيت بتاعها. وكمان معلش انا بعرف اميز الحاجه القديمه من الحاجه الجديده، يعني الشغل بتاعها كله جديد والله يا بنات. بصوا اي بنطلون برضو ب35 جنيه، والصدري ب35 جنيه، اري مريالة ب35 جنيه. طبعا بصوا يا بنات، القمر دي والله والله ب35 جنيه. انتوا متخيلين؟ والله العظيم ب35 جنيه، شايفينها بالتيكت بتاعها. تعالوا اوريكم كمان بقى تفاصيلها. وليها حزام جميل جدا وشكلها حلو قوي. بصوا يا بنات التفاصيل، بصوا من تحت فيها شكل ازاي، بصوا شكل كده زي السبعة كده من ورا ومن قدام. بصوا من قدام كمان عاملة ازاي. بصوا كمان الدرس الرصاصي ده جميل اوي ازاي، المريالة الرصاصي قصدي. وفي بناطيل برضو يا بنات هم زي ما انتم شايفين برضو ب35 جنيه، جميلة جدا. وده كده بليزر كده برضو ب35 جنيه، جميل جدا. ولا الخيمة يا بنات والله العظيم روعة بجد. روحوا عنده بصوا بالتيكت كمان اهو، عشان تعرفوا ان انا مش بكذب عليكم. والله العظيم الحاجة ولا سوسته مقطوعة ولا زرار عفوا، ولا زرار مقطوع، ولا اي حاجة. يعني انا والله العظيم انا اتحمست جدا ان انا انزل اصور لكم المكان دوت. والمكان ده انا ما شفتوش، يعني ما حدش مصور عندها. انا اول واحدة يعني بجد على اليوتيوب اصور عند ام كرمة. آه اللي حمست ان انا اصور عندها لان جالي تعليق قبل كده يا بنات على سوق الخميس. ولو مش مصدقيني خشوا شوفوا. كانت في واحدة قالت لي صورينا عند اماكن تكون الاسعار يعني إيه كويسة شوية. شوزات يعني كوتشات او حاجة زي كده تكون اسعارها قليلة. في ناس مش مقدرتها يا بنات تجيب حاجة جديدة من قلب المحل. والله انا سألة على الحاجة دي في قلب المحلات ب400 وشوية، ب400 وشوية، وهي نفس نفس الشكل. بل بالعكس، الخامة بتاعت السنة دي في المحل والله ما حلوة، مش حلوة خالص. يعني ما تقعدش معلش مع العيل، يعني ما تقضوش السنة. معلش انا جبت لبنتي مريالتين من الفرشة ديت. المريالتين ب70 جنيه. وانا الحمد لله الحمد لله يعني الحاجة كلها كويسة جدا زي ما انتم شايفين. بصوا ده كمان سدري تاني، بصوا عامل ازاي يا بنات، جميل جدا. ولا ليها بتاعته بصوا فيها شكل كده حلو قوي، وهو من ورا كده ليه قصة جميلة برضو كده. انا عايزة اقول لكم يعني قلبي، هي بصراحة بتسيبك تقلبي براحتك لو هتقعدي عندها يعني ساعتين تلاتة، بتسيبك تقلبي بصراحة. يعني بجد هي كويسة جدا جدا والله يا بنات. حد يعني والله والله مش عشان هي خلتني اصور عندها، بس هي فعلا انتوا لما تروحي تشوفي هي حد كويس جدا جدا في المعاملة وفي الكلام. بني ادمه كويسه جدا وحياة ربنا بجد يا بنات تستاهل بجد تروحوا تشتروا من عندها. اسعارها جميله. الخامات حلوه يعني. معلش هتعوزي ايه اكتر من كده غير اسعار وخامه؟ انت لما تيجي تشتري لبنتك حاجه بتدوري على الخامه، بتدوري على تاني حاجه ان انت سعر ما يكونش عالي. في زمن احنا دلوقتي الاسعار عاليه جدا. سيان بقى كمان ان الخامه مش حلوه. بصوا اهي برضو بدله يا بنات كامله على بعضها، سديري بالبنطلون. بصوا التفاصيل مش قادره اقول لكم عامله ازاي، بصوا تحفه. تعالوا بقى كمان الاستندات دي يا بنات، اي حاجه على الاستند ب100 جنيه. وقالت عشان خاطركم ب70 جنيه. بصوا جميله جدا. انا عايزه اقولك اللي على الارض زي اللي على الاستند مفيش فرق. والله انتي وشطارتك لقيتي اللي على الستاند زيه على الارض ومفيش اي حاجه فيه، تمام خديها. والله حبيتي حاجه من على الستاند، هي كانت بتقول ب100 وعشان خاطركم ب70. بقولكوا هي بني ادمه كويسه جدا والله العظيم روحوا بجد مش تندموا في التعامل معاها. يعني كويسه جدا.
بصوا اهي زي اللي على الارض اهي بالظبط، ما فيهاش اي فرق. عندها بقى تشكيلة كتير جدا بألوان كتير، عندها البني، عندها الرصاصي، عندها النبيتي. يعني زي ما انت عايزة، وولادك بيلبسوا زي معين او لون معين هتلاقيه عند ام كرمة. بصوا الحاجة جميلة جدا وفيها تفاصيل حلوة، يعني رقيقة. شغلها كده مش كتير. لا الحاجة كده برقة كده يا بنات، وشكلها حلو قوي. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا وكلها بالتيكت. قلتلكوا والله الشغل ده كله مش مستعمل، الشغل ده كله خارج محلات. بتبقى بقى صفت مثلا يعني وقفلوا، صفت وهتجيب جديد مثلا. بس بقولك والله العظيم انا شفت المحلات الخامة مش حلوة زي كده. آه وسعر عالي جدا، بقولك الحاجة يعني المريالة ب400 وشوية. معلش مش حلوة خالص. بصوا انا جبت لكم المريالة ب35 جنيه، يعني مفيش سعر بعد كده. بصوا الجمال، يعني حاجة كده اللهم بارك. حاجتها قمر، جميلة جدا وهادية قوي. تعالوا كمان بقى نشوف عندها ايه تاني. ده كده فرشة برضو ليه على الأرض. عندها شروال، بصوا تحفة تحفة جميل جدا. شروال مدارس، بصوا يا بنات عامل ازاي. ولا تقفيله حلو قوي. ما شاء الله، يعني ينفع برضو. زي ما انتوا شايفين بقى البنطلون جميل جدا وخامته حلوة قوي. زي ما انتم شايفينه كده، هو بس كل اللي عليكي ان انت هتكويه كويه حلوه وخلاص كده. تعالى اوريكم بقى كمان انا جبت ايه للمدرسه التالين من عندها، من عند ام كرمه. ولو بصيتوا على الفيديو يا بنات هتلاقوا الماريلا دي موجوده، وكنت مصورها لكم في الفيديو. بصوا يا بنات عامله ازاي، بصوا. بصوا جميله جدا يعني. بصوا ما فيهاش الهوا، لان هي قلت لكم مش قديمه ولا مستعمل. هي شغل شغل محلات، تصفيات. تمام. وام كرمه بتاخد منهم الحاجه ديت. بصوا عامله ازاي يا بنات، بصوا الشكل. بصوا عامله ازاي، جميله جدا. بصوا. بصوا زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى شوفوا كمان المرياله التانية، جبت لها 2 طبعا. يعني انا عايزه اقول لكم ده اصلا مش سعر حتى، يعني معلش. بنطلون. بصوا عامله ازاي يا بنات. بصوا الكابتشو بتاعها. بصوا يا بنات حاجه كده اللهم بارك يعني، جميله جدا. بصوا عامله ازاي يا بنات. بصوا التفاصيل. بصوا انا عايزه اقول لكم يعني بجد جميله جدا، تنفع في الشتاء حلوه قوي. بصوا. بصوا يا بنات عامله ازاي، يعني جميله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا مش هتلاقوا جمال بعد كده يا بنات، يعني اللهم بارك. بصوا يا بنات عامله ازاي. بصوا. بصوا ده جيب يا بنات، بصوا عامله ازاي. وفيونكه. بصوا اصلا التفاصيل بتاعه المريله. بصوا وجيب تاني برضو من الناحيه التانية، وفيونكه كده زي ما انتم شايفين. بصوا كمان بقى من هنا كده يا بنات. بصوا عامله ازاي، بكسر كده زي ما انتم شايفين كده. كسر كسر كده. وليها كده يا بنات زي استيك كده من الجنب كده. بصوا. استنى بس اقلبها لكم الناحيه التانية. بصوا جميله جدا. بصوا. بصوا حلوه قوي يا بنات. بصوا عامله ازاي. حلو بقى نشوف الاسترتش اللي انا قلت لكم عليه. بصوا. والكيسه بتاعته كمان. بصوا. اهو يا بنات ب10 جنيه، اللي هو الاسترتش الشراب ده. يعني معلش قولوا لي كده، في شراب استرتش ب10 جنيه دلوقتي؟ انا عندي زيه والله العظيم، كنت جايه من محل مش عارفه ب25 او ب30 حاجه زي كده. كان عندي فرح وبنتي عندها فستان ذهبي، وكنت محتاجه واحد زيه. والله العظيم يعني هو لو قدامي كنت وريته لكم كمان، نفس الخامه ونفس الشكل. بصوا القمر ده ب10 جنيه يا بنات، ب10 جنيه.
شايفين يا بنات؟ شايفين بقى يا بنات زي ما قلت لكم. بصوا المريالة عاملة ازاي، تفاصيلها وشكلها بصوا جميلة جدا. بصوا، وادي كمان الاسترتش اهو يا بنات. ودي كده ايه الحاجات اللي انا جبتها من سوق الخميس المطرية. بصوا الحاجة عاملة ازاي، اللي هم بارك جميلة جدا. بجد مش تندموا يا بنات لو رحتوا. لو لسه ما جبتيش لبس المدرسة روحي عند ام كرمة، بجد هتبقي مبسوطة جدا لو رحتي عندها. هي بصراحة تستاهل الدعم، لان حاجتها حلوة واسعارها حلوة جدا. وكنا طبعا في الوقت اللي احنا فيه دوت بندور على حاجة يعني تكون خامة وفي نفس الوقت سعر حلو. مش هتلاقي سعر بعد كده 35 جنيه للمريلة، 35 جنيه. تعالوا بقى نشوف ام كرمة مكانها فين. مكانها بصي هي قدامها كده جامع اهو، زي ما انا عم بعمل لكم عليه زوم. مكتوب عليه مصلى للسيدات على ما اظن كده، عشان انا سالت حد هناك اسم المكان الجامع ايه، قالوا لي اسمه جامع عزوز. لان ام كرمة نفسها برضو يعني ما تعرفش اسم الجامع رغم ان هي قاعده قدامه بالظبط. بصوا يا بنات، وقدامها كده كان شارع زي ما وريتكم. ودي مستشفى المطريه. مستشفى المطريه